ازيكم عاملين ايه في حلقه جديده من برنامجكم دايت خفيف على ابلكيشن حياه. النهارده هنتكلم عن علاقه التغذيه بهرمونات الانوثه. احنا عاوزين نبص للاكل بس مش البسط اللي احنا بناخد منه طاقه، مجرد بس احنا بنفطر نتغدى نتعشى عشان نعيش ونكمل حياتنا عادي. لا، احنا عايزين نفهم الموضوع الاكل ده على انه احنا فاتحين شركه. لما بتيجي تفتحي شركه بتعملي انترفيو للموظفين، بتشوفي مين اللي يقدر يفيد الشركه دي، مين اللي يقدر ان هو يقدمها. ما بتدخليش موظف ممكن مثلا يخسر لك الشركه دي او يسبب ان هي تتاخر في التقدم بتاعها. فاحنا دلوقتي عايزين نتعامل قدام الاطعمه اللي بتخش لنا دي على انها عناصر غذائيه وقيمه غذائيه، مش سعر حراري ان خدت كام وهفقد كام وانا عايز بس الموضوع بتاع الطاقه وخلاص. لا، احنا عايزين نبص العنصر ده هيدخل عندنا يعمل ايه. طب انا في السن الفلاني ده انا محتاج ايه من اللي محطوط على الترابيزه ده؟ طب انا دلوقتي في المرحله العمريه دي انا محتاج ايه ينمي لي او احس بالفايده بتاعته بعدين. الاكل بيبقى نتيجته يا اما لحظيه علينا، يعني احنا بناكل فالنتيجه بتظهر في نفس السن او في نفس الوقت، يا اما بتبقى نتيجه بعدين. لما نيجي نتكلم على علاقه التغذيه بالهرمونات ده هيبين لنا اللي احنا ممكن نعمله واحنا صغيرين يخلي لنا موضوع الهرمونات، او احنا هنتكلم عموما عن سن اليأس، وهو اسم وحش جدا وهنعرف ان احنا واخدين عنه فكره غلط جدا، ومش مجرد ان احنا بنوصل عند الموضوع ده لازما كلنا يحصل لنا الاعراض ده. لا، ده هي بتبقى نتيجه مترتبه ان انت عملتي ايه وانت صغيره، كلتي ايه وانت صغيره، عاداتك كانت ايه وانت صغيره. فالاعراض بتاعه الهرمونات او الوصول للسن اللي بيسمى سن اليأس، اللي انتوا هتعرفوا ان هو مسمى غلط جدا ده، الاعراض بتاعته بتكون متفاوته علينا. بتلاقي مثلا الناس الممثلين او الاغنياء او الناس اللي في الدول الثانيه اللي ليها ثقافه معينه بتعدي بالسن ده عادي جدا وبتكمل حياتها عادي جدا وبيبقى جسمها مظبوط حلو جدا وبيبقى شكلها حلو جدا، غير مثلا هنا الثقافه في مصر اول لما الست تعدي تجيب سن ال 40 او تجيب سن 45 تلاقيها ماشيه بشنطه فيها ادويه على طول، تبقى ايه على طول في اتب، على طول مش قادره تقوم، على طول عند الدكاتره. فهل اكيد في حاجه غلط؟ ما هو احنا لو كلنا بنمشي بالاكل على مدار عمرنا وبيجي في الوقت ده بنحس كلنا بكل الاعراض، كان الناس اللي هي الممثلين او الناس اللي هم الاغنياء او الناس اللي في الثقافات التانيه كانوا تعبوا زيك. لكن انت بتمشي اكيد بتعملي حاجه غلط وانت صغيره او انت مش عارفه ان هي غلط، فدي بتاثر عليكي في المرحله العمريه اللي هي بتاعت سن 40 او سن 45. ده اللي هنشوفه بعد الفاصل، واستنوا معانا. لما نيجي نبص لموضوع التغذيه وعلاقتها مع الهرمونات لازم نبص الجانبين، الجانب النفسي والجانب الجسدي. الجانب النفسي مهم جدا جدا جدا. مفيش حاجه يبقى انا عندي شعور ان انا لما اوصل سن 40 انا كده خلاص انا وصلت لسن اليأس، او انا وصلت لسن خلاص مش هينفع امارس فيه انشطه، او انا وصلت لسن خلاص انا حسيت ان انا الفايده بتاعتي قلت، انا حسيت ان انا اتحولت الام بقى خلاص بكل دورها، بكل خلاص احنا عندنا اتيتيود معين هنمشي بيه او اتجاه معين ماشيين بيه. لا، الجانب النفسي ما ينفعش. هي الحاجه الوحيده اللي توقفت هي عمليه التكاثر. الطبيعه ما بتاذيكيش وربنا ما بيخلقلكيش لوقت معين ليك استفاده ووقت معين بعد كده مالكيش استفاده. لا، الطبيعه بتديكي راحه، بتقولي خلاص انت كنت كل شهر بتحسي بالام، كنت كل شهر بتحسي بموت باكتئاب، فانت خلاص كان الوقت بتاع التكاثر هو اللي انت مسموح لك بيه، هو ده اللي وقف، لكن حياتك انت مكمله. الحياه الطبيعه بتديكي راحه، بتديكي وقت للنضج، بتديكي وقت للتفكير. فاهماني؟ طب ما الراجل ما بيحصلوش كل ده كل شهر، هل هو اما بيجي عند سن 40 سنه و50 سنه بنقول عليه سن اليأس؟ هو اصلا مش كده، هو طول حياته ماشي بالموضوع ده، ما حسش بالام، ما حسش بمود وحش، ما حسش بالفتره دي من كل شهر. فانت الطبيعه بتديكي راحه، مش بتسمعها بقى زي الكلام اللي بيتقالك سن يأس وهكذا. عشان كده حتى في الثقافه بتاعتنا لما بيجي الراجل يجي يتجوز يقول له ايه، خد واحده صغيره عشان هي بتكبر بسرعه او بتعجز بسرعه. الكلام ده مش صح. انت ما بتيجي تشوفي عناصر عادي جدا موجوده في المجتمع المصري والثقافه بتاعتنا، لا بتكبر بتفضل بكل جمالها. ومحدش يقول لي اصل هم معاهم فلوس بيعملوا عمليه تجميل، مش كل اللي عمليه التجميل بتنفع ومش هو بيصح ده كله. لما بنيجي نبص لمثال شهير قوي عندنا عمرو دياب، نبص نقول ايه ده لما بيكبر بيصغر. هو الراجل ده اكيد مش بيعمل عمليه تجميل، اكيد هو مهتم بصحته، اكيد هو مهتم برياضته، اكيد هو مهتم بالتغذيه بتاعته، اكيد هو مش بيصحى يفطر اي حاجه، مش بيتغدى اي حاجه، اكيد في كل وقت كان بيهتم بعنصر معين، عشان كده بيظهر عليه متاخر. فاحنا لازم نعرف نهتم بالجانب النفسي اولا، ان انا كده لا ده هي عمليه التكاثر بس او القدره على المرحله دي اللي وقفت، لكن انا الطبيعه بتديني فرصه للراحه وبتدي فرصه للنضج بتاعي. دلوقتي احنا كلامنا سواء البنت اللي داخله على سن 35 او 40 او اللي هي لسه صغيره، احنا عايزين دلوقتي نقول اللي عنده الاعراض دي هيتجنبها ازاي، او اللي هو صغير ازاي يتجنب الاعراض دي لما تكبر، او ان هو كمان ما يخليهاش تظهر. اول حاجه بقى في حلقتنا هنتكلم عن الهرمونات.
تمام. الجزء الفسيولوجي بتاع الهرمونات، احنا عارفين ان المبيض بيبقى مخلوق بعدد معين من البويضات، سواء انت بديتي دورتك الشهريه بدري فانت هتخلصي العدد ده وخلاص هيجي مرحله اللي هو توقف الدوره الشهريه، او بديتيها متاخر برضه هتاخدي الفتره اللي هيبقى فيها العدد ده وهيخلص وهتوصلي للمرحله دي. تمام. طب عايزين نعرف بقى ايه اللي هيحصل عشان نعالجه. فركزوا معايا قوي. احنا عندنا 3 هرمونز، الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون. تمام. وكلهم مهمين، محدش يقول لي اصل التستوستيرون ده هرمون الذكوره مش مهم الانثى، لا هو مهم وربنا خلق له مستقبلات في القلب فهو مهم جدا. اللي بيحصل بقى في المرحله اللي قبل انقطاع الطمس دي ان الاستروجين بيفضل عالي والبروجسترون والتستوستيرون بينزل، فبيظهر هنا عمليه تقلبات نتيجه الفجوه اللي حصلت ما بينهم، ما بين الاستروجين فوق والبروجسترون والتستوستيرون تحت. فتبداي انت بقى ايه تحسي ايه في الوقت ده؟ تحسي بمود شويه وحش، يعني مش مبسوطه قوي، تحسي مثلا بتساقط شعر، تحسي بهمدان، تحسي انك في خمول. تبدا الفتره دي انت بتاكلي فيها سكريات فيبدا وزنك يزيد. ليه بقى؟ ما هتعرفي بعد كده ان الوزن هيزيد ده نتيجه لخمول الغده الدرقيه برضو لانها مسؤوله عن الهرمونات. ففي الفتره دي انا عايزك تبقي عارفه ايه اللي يحصل لما انت تيجي في الفتره دي. ما تقوليش ايه ده انا بقيت مكتئبه او بقيت مودي وحش، انا بقيت حاسه بتساقط شعر، انا حسيت بخمول، انا كبرت. لا، تعرفي ان دي عمليه فسيولوجيه بتحصل عادي جدا نتيجه انخفاض التستوستيرون والبروجسترون وان الاستروجين لسه عالي. هيبدا بقى البويضات تخلص من عندك، هيجي هنا المخ بيبعت الرساله بتاعته كل شهر يا مبيض طلع لنا بويضه، فطبعا هو ما عندوش بويضات فساعتها مش هيستجيب ليه، يبعت اشاره ثانيه، يبعت اشاره ثالثه. نتيجه بقى عدم استجابه المبيض للمخ في الاشارات دي بيحصل عندك بقى حبه اعراض. اصلا المنطقه اللي في المخ اللي بتدي الرساله دي هي اللي مسؤوله عن حراره الجسم، فبيبدا ان يظهر لك زي اماكن حمراء كده، او تقولي انا بيهب عليا حبات او مناطق حمراء في جسمي، او بيزيد العرق بتاعي. طب الاعراض دي كلها عندنا واحد؟ لا، اكيد طبعا اللي اهتم وهو صغير او بعناصر غذائيه او كده هو ده اللي هتقل عنده الاعراض دي. في كمان ناس مش بتمر بالاعراض دي خالص، واللي هو دلوقتي بيعاني من الاعراض دي احنا دلوقتي هنبدا نقول له ايه اللي ياكله او ايه اللي يهتم بيه بحيث ان الاعراض دي تقل. هل ربنا خلاص هو حطك كده في موضوع او الموضوع كده خلص ان هو المخ يبعت رساله للمبيض المبيض ما عندوش بويضات خلاص الموضوع خلص؟ لا، هو ربنا عامل ميكانيزم تاني ان هو يحافظ لك على مستوى الهرمونات ده. طب ايه اللي هو ربنا عامله؟ حاطط لك غده اسمها غده فوق كلويه، دي بتقوم بافراز الاستروجين، وحاطط لك الكبد بيحافظ على مستوى الاستروجين ده في الدم. غير كده ان هو الغده الدرقيه او المايسترو بتاعت الغدد هي بيبقى ليها دور كبير قوي في المحافظه على مستوى هرمون الاستروجين، والوحش تشيله والحلو تخليه موجود جدا وتحافظ لك على المنسوب. يعني انت مش هتتاثري؟ لا مش هتتاثري، بس انت مش هتتاثري لو انت محافظه على الغده فوق الكلويه بنشاطها كويس، لو انت محافظه على نشاط الغده الدرقيه، لو انت محافظه على الكبد بتاعك كويس. طب نعمل ايه عشان نحافظ على كل واحده؟ لما نتكلم عن الغده الفوق كلويه دي اكتر حاجه بتجهدها الاسترس، فلازم نبعد عن اي حاجه تسبب لنا ستريس، ونكتر بقى من الرياضه، مشروبات دافيه وهكذا، اي حاجه تقللها لنا الاسترس ده هيبقى في مصلحه الغده الفوق كلويه. لازم تاني حاجه عشان لمصلحتها لازم ان احنا ننام كويس. تالت حاجه ان احنا نبعد عن الشاي والقهوه. رابع حاجه ان احنا نبعد عن السكريات لان السكريات بتزود عندنا الاسترس. احنا لو عملنا العادات دي هنحافظ على نشاط الغده الفوق كلويه. تاني حاجه بيحافظ لنا على مستوى الاستروجين اللي هو كان الكبد. لازم نحسن عمليه كفاءه الكبد، يا اما بقى عن طريق ان احنا نستخدم مثلا الصيام المتقطع، او عن طريق ان احنا نزود عنصر الخضره في اكلنا زي البروكلي زي البقدونس، وفي طبعا توت والموز والخوخ، كل ده بيبقى فيه عناصر مفيده للكبد، لكن الخضره هي اكتر حاجه تفيد الكبد. طيب ثالث حاجه بقى نتكلم عليها وهي الغده الدرقيه. يقول لك على طول بعد انقطاع الطمس بيزيد الانثى في الوزن. ليه؟ لان النشاط بتاعها بيقل فبيقلل معدل الايض، فانت بتبقى عرضه اكثر للسمنه. طب نعمل ايه ساعتها؟ نعمل تحليل لليود، نبدا ناخد العناصر اللي فيها يود كتير زي الاعشاب البحريه زي ملح اليود، اي عناصر فيه يود انا كتره في اكلي في المرحله دي. اما نيجي بقى نروح للعناصر الغذائيه او النظام الغذائي بتاعنا هيبقى مكون من ايه؟ لازم نهتم اول حاجه بالبروتين. نشوف مثلا احنا وزننا كام، 100 كيلو، يبقى لكل كيلو بتاعنا لازم جرام بروتين. يعني احنا ال 100 كيلو ده عايز 100 جرام بروتين. ليه؟ عشان ما نفقدش البروتين ونحط مكانه دهون، فاحنا كده هنعاني من السمنه، وعشان احنا فقدنا البروتين هنقلل معدل الحرق، فبالتالي هنزيد في الوزن، فاحنا مش عايزين الموضوع ده خالص. تاني حاجه نكتر الدهون.
ما نبقاش احنا عشان نتخلص من السمنه نروح ناخد نظام لو فات، ما ينفعش. اصلا الدهون دي هي الاساسيات بتاعت الهرمونات. مش معنى كده ان انا رايح اخد دهون سيئه، لا، انا هاخد دهون صحيه. هناخد السمنه البلدي، هناخد الزبده البلدي، هناخد زيت الزيتون، هناخد زيت جوز الهند، هناخد المكسرات، هناخد الافوكادو. اي دهون ساعتها هتفيدنا كمان عشان الانزيم بتاعت الكبد. فكل ده لازم يفيدنا. يبقى احنا في المرحله دي ما اروحش ساعتها لو رحت لدكتور التغذيه ما اروحش اخد اي نظام وخلاص. لازم ابقى عارفه ان انا محتاجه بروتين كويس، لازم ابقى انا عارفه ان انا واخد دهون كويس. مش هروح بس اتعالج من السمنه، لا، لازم اتعالج من كل حاجه عشان ما يجيليش تاثر الهرمونات نتيجه النظام الغذائي اللي انا ماشي بيه. تالت حاجة بقى نبعد عنها بعد ما نهتم بالبروتين والدهون، السكريات. احنا مش حمل في السن ده ولا سرطانات ولا التهابات، لان اي سرطان او التهاب هو بيتغذى عن السكر. فكده احنا عرفنا نهتم اول حاجة بالبروتين، تاني حاجة الدهون، تالت حاجة نبعد عن السكريات. تمام. طب في عنصر بقى بيقل معانا عن طريق السن، ملهوش دعوه خالص بس احنا بنربطه. اول ما بنعدي السن ده بنلاقي ان في تجاعيد حصلت، بنلاقي ان جسمنا بدا ان هو يحصل له اوضاع احنا مش عايزينها. بتلاقي ان دماغك طلعت لقدام، بتلاقي ان كتفك جه لورا، فتحسي باحساس نفسي وحش ان انا خلاص كبرت في السن. لا، هو ده نتيجه قله نسبه الكولاجين. نسبة الكولاجين دي هي بتبقى موجودة في كل عظمة، موجودة في كل فقرة. فأول ما هي بتبتدي تقل مع الوقت انت بتبتدي ان انت بتاخدي وضع سيء او بتاخدي شكل سيء، وبيبدأ ان بشرتك تقل، بيبدأ ان يحصل فيه تساقط في الشعر. فده مبيبقاش جاي نتيجة العمر ولا السن ولا الهرمونات. فلازم نهتم بعنصر الكولاجين في التغذية بتاعتنا. طيب انا ازاي اعلي نسبة الكولاجين دي؟ اهتم بالخضرة جدا، العب رياضه كتير، انام كويس. ساعتها نسبه الكولاجين هتفضل معاكي على طول. عشان كده لما كنا بنشوف عمرو دياب مثلا طالع وجسمه حلو وكل حاجه، بتلاقيه بيلعب رياضه لغايه دلوقتي، بينام كويس لغايه دلوقتي، هتلاقي عنصر الخضار موجود فيه لغايه دلوقتي. فكده احنا عرفنا ان هو مش مجرد سن لازم كلنا نتعرض للاعراض بتاعته، لا، هو على حسب احنا عملنا ايه واحنا صغيرين، كلنا ايه، اهتمينا برياضه ولا لا، نمنا كويس ولا لا، بعدنا عن الاسترس ولا لا. واحنا بقى كبار او بنواجه الاعراض دي، احنا عارفين ان كل حاجه خلاص، احنا عارفين المبيض ما فيهوش بيضات، لكن ربنا عامل لنا سيستم تاني اللي هو الغده الفوق كلويه والكبد والغده الدرقيه. عرفنا كل حاجه هنهتم بيها عن طريق التغذيه ازاي، وعرفنا ان احنا عن طريق التغذيه نقدر ان احنا نصلح الموضوع ده من غير ما يكون في جانب نفسي سيء، او نغير فكره خالص ان احنا اول ما نوصل للسن ده خلاص كده احنا وظيفتنا الحيويه بتبدا تقل. ده طبيعي، وان الطبيعي ان يجيلك امراض وانك تاخدي ادويه، ده كله كلام مش صح. كده احنا وصلنا لاخر الحلقه، واتمنى اكون فدتكم. شكرا.